لو كنت لسه في بداية طريقك في الكروشيه أو حتى بدأتي من فترة ولسه بتتعلمي، الفيديو ده معمول مخصوص عشانك. هقولك كل الحاجات اللي كنت أتمنى حد يقولها لي في أول مشواري، ووفرت عليا وقت ومجهود كتير. أول حاجة حابة ابتدي بيها هي مش غلطة وقعت فيها، بس حبيت أقولها في الأول لأن بشوف كتير ناس بيقعوا في الغلط ده. انت دلوقتي بدأتي تقرر انك انت تعملي كروشيه، فانت ما ينفعش تيجي تشتري خيوط كتيرة وخيوط تكون كمان غالية، وعلى ما فيش ممكن يجيلك احباط في نص الطريق، فيجيلك فقدان شغف وما تكمليش. فعلى ايه؟ انت تبتدي تشتري خيط رخيص او في متناول الايد، وتبتدي وتجيبي ابرة وتجربي تشوفي الدنيا ايه تمام، ولو الدنيا ظبطت خلاص كملي. في خيوط اسمها ستوكات بتبقى زي الأصلية بالظبط، بس الفرق بيبقى وزن مثلا مختلف كده يعني، بس بتبقى حلوة جدا ومتناول الإيد، ممكن تجربوها وتبتدوا بيها. أول حاجة، مفيش طريقة صح أو غلط. أكتر غلطة كنت بعملها إني كنت بحاول أقلد طريقة غيري في مسكة الإبرة أو الخيط، وده كان بيخليني مش مرتاحة خالص. فالحقيقة مفيش طريقة واحدة صح، الطريقة الصح هي اللي بتريح ايدك وتخليكي مبسوطة وانتي بتشتغلي. وهما طريقتين لمسك الإبرة، طريقة الشوكة والقلم، وأنا كنت برتاح أكتر في طريقة القلم. تاني حاجة، مش لازم أفهم كل الباترون. أوقات كنا بنفكر إننا لازم نفهم الباترون 100% قبل ما نبدأ، بس الحقيقة إن أوقات كتير حاجات بتوضح وانتي شغالة، والباترون ساعات مش لازم يتنفس حرفيا، خصوصا لو العين بتقولك إنه لأ في حاجة غلط. الخيط والإبرة بيفرقوا. كنت فاكرة اني ممكن اشتغل بأي خيط بأي إبرة، بس اتضح ان اختيارهم ممكن يبوظ المشروع او يطلعه تحفة. كل خيط له إبرة مناسبة، وكل قطعة ليها خامة بتليق عليها. 4، البلوكينج حاجة مهمة جدا. كنت بشوف ناس تعمل بلوكينج وافتكرها حاجة كمالية او زيادة، بس لما جربته فهمت انه بيظبط شكل القطعة، وخصوصا في الجواكت والشالات واي حاجة عموما انت عايزة تخليها مفرودة. انا مش معايا الادوات بتاعه البلوكينج، بس بعملها يعني في البيت، يعني بحاجات مثلا اجيب ميه واقعد ارش على القطعه مثلا بخاخ كده، واحاول افردها واثبتها بدبابيس. دي طريقه يعني سهله جدا لو مش معاكي ادوات البلوكينج. 5، الغلط مش نهايه العالم. يا ما فكيت شغل، والغريب ان كل مره كنت بتعلم. الغلط مش عيب، هو جزء من الرحلة، وده اللي بيخليكي تتطوري أسرع. 6 حاجة، الصور بتفرق. ساعات بتكوني عاملة قطعة تحفة، تيجي تصوريها على خلفية مش مناسبة وإضاءة مش كويسة خالص، يطلع شغلك مش حلو وما تلاقيش إعجابات عليها ولا حاجة. ليه؟ لأنك مختارة خلفية مش مناسبة. احنا بنختار خلفية مناسبة للقطعة اللي احنا شغالين فيها، يعني ما تكونش مثلا القطعة اللي شغالين عليها فاتحة ونروح عاملين خلفية كمان فاتحة، فالشغل مش هيبان. فانتي اختاري خلفية مناسبة وإضاءة كويسة. انا بالنسبة لي افضل إضاءة هي إضاءة وضوء الشمس. 7، نسيان عدد الغرز. ساعات بتحسي ان كل حاجة ماشية كويس وفجأة تلاقي القطعة مايلة او مش مظبوطة. دايما بيجيلي اسئلة كده يقولوا لي احنا بنعمل الشغل كويس وبعدين بيبقى مايل. ليه بيبقى مايل؟ لان اغلب الوقت انت بتكوني ناسية غرزة او بتنسي تعدي، فاحنا كل ما بنخلص مثلا سطر لازم نعد الغرز اللي احنا ماشيين فيها كويس، وناخد بالنا ان احنا ما نعملش تناقص من غير اصل. حاجة، وهي غلطة كنت بقع فيها، ان انا كنت مش بعمل سامبل او عينة قبل بداية المشروع. يعني كنت مثلا ببقى عايزة اعمل جاكيت، اعمل سلاسل واشتغل بقى السطور لحد ما اخلص يكون مثلا قطعة الظهر، وبعدين اجي اشوفها الاقيها طويلة جدا، فبحس ان انا لا، لسه اعيد من تاني وافك العيد، افك الشغل بكون جبت العيد فعلا. فلا الصح ان احنا نعمل سلاسل ونشتغل السطر سطرين كده ونشوف بقى هل هو ده الطول اللي احنا عايزينه ولا لا. الانبهار باي باترون اونلاين. ساعات بيجيلي ناس بيكتبولي انا عايزه اعمل جاكيت، انا لسه بادئه كروشيه مبتدئه وعايزه تعمل جاكيت. فلا، مش اي باترون تشوفيه ينفع تنفذيه على طول، فيه باترونات محتاجه خبره، خيوط معينه، فانت لازم تختاري حاجه تناسب مستواكي وتبتدي تعمليها. غير كده هيبقى صعب جدا في الاول يعني. ده غير كمان ان هو ممكن يعقدك ويخليكي اصلا ما تعمليش كروشيه تاني وتتعقدي، فليه من الاول. 10،
تجاهل تنظيم الإبر والخيوط، لازم تحطيهم في مكان معين عشان لما تيجي تبتدي مشروع ما تحتسيش وانتي بتدوري عليهم. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى اكون قدرت افيدكم، فما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة.